كومباك للتاريخ، وارسنال بتقول ان هي لسه ليها رصيد في نصيبها في الدوري الانجليزي. مباراة كانت رايحة في اتجاه ان احنا كلنا يعني وكل من هو متابع مشجعين ارسنال ان هم فاهمين كويس قوي ان المرحلة اللي جاية مع مدرب صغير ولاعيبة صغيرين ومفيش خبرات كبيرة في الفرقة، ان دي هتكون البداية وراء الانهيار، تعادل في خسارة فمع السلامة يا دوري، ويبقى يكون الهدف الرئيسي لينا هو ايه؟ ان احنا نكون في المربع الذهبي عشان نشارك في الشامبيونز ليج، بعد ما كان الحلم الكبير ان احنا ناخد الدوري الانجليزي. ولكن ورغم كل التوقعات السيئة وانت بتتفرج على المباراة وانك شايف السيطرة الكبيرة قوي لنادي ارسنال في الملعب، لان ايمري كان بيلاعب نادي ارسنال بالعقل وبالتكتيك، ويعني يظهر ويختفي يظهر ويختفي. الماتش كان ماشي كويس جدا لحد ما لقينا كده ان المباراة عدت الدقيقة 70 و2-2 72 3 وانت عمال تعد يا هنعمل ايه هنعمل ايه. كلام في الكورة مع احمد نصر. اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب او اشتراك في القناة. تعالى نتكلم عن مباراة لارسنال واستون فيلا. المباراة ابتدت بان نادي ارسنال مستحوذ على الكورة، ورغم وجود يعني جورجينيو، لان يعني انا شايف ان لسه برضو البارتري لسه محتاجينه، يعني لسه ارسنال محتاجاه في الملعب، وان نص الملعب ما هوش اقوى حاجه في عدم وجود بارتي. انا ممكن نقول ان توماس بارتي لما يرجع هو وجورجينيو الاثنين يقعدوا جنب بعض هتبقى احسن حاجه في نص الملعب، يعني هيكون في هنا اتنين الطف ما يكون ان هو معاه ان شكله مش احسن حاجه. كمان تروسارد يعني انا شايف ان هو صفقه كويسه جدا ومناسبه في الوقت الحالي، خصوصا ان مارتينيلي يعني الفترات اللي فاتت دي ما كانش بيأدي احسن مستوياته، على الرغم ان هو يعني كان سبب من الاسباب ان الماتش يتقلب خلال الفتره ديت من المباراه. نرجع تاني بقى لارتيتا وايمري. ارتيتا عايز ياخد المباراه باي طريقه. الماتش اللي فات بتاع السيتي خوف كل واحد بيشجع ارسنال، رعبه، عرفوا ان كده في حاجه بتحصل غلط كده. الحلم بيتبخر، هتصحى على كابوس. الموضوع لو فضل نايم لابد ان احنا نصحى ونفوق. ولان لعيبه ارسنال كانت خايفه وفي ضغط نفسي عليهم ان كل المباريات اللي جايه بتاعه ارسنال هتكون يعني هي مباراه كؤوس، الى ان ايمري كان ده عارفه كويس جدا. لان هو على فكره ايمري برضو مر بالمراحل دي مع ارسنال، يعني ايمري مر بالمراحل دي وعارف اللعيبه بتاعت ارسنال في الوقت الحالي، خصوصا كمان لما يكونوا بقى يعني كل النجوم بتاعتهم شباب، وان كل يعني اللي موجودين حتى بيبقى فيهم الدكه صفقات جديده، يعني ماهاش لعيبه بطولات وقدرت انها يعني تجيب دوري انجليزي قبل كده مع فرق اخرى او قدرت تجيب كاس بطولها، يعني ماهاش ميسي ورونالدو ومبابي وهالاند مثلا، يعني دي لعيبه صاحبه شخصيه. وبالمناسبه يعني اللعيبه دي انا لومي الكبير والشديد على حاجه واحده بس، على واحد في المنظومه بتاعه ارسنال، هو الاداره. حضرتك انت باين نقط ضعفك قوي في السيزون ده وهو الهافات. جبت لي تروسارد، طيب وعندك ايه الفيرود؟ مفيش فيرود خالص في نادي ارسنال. نقدر نقول ان ده فيرود 9 اللي هو زي مثلا جيرو، يعني انت مشيت جيرو وما جبتش غيره، يعني مشيت لاجازيت وجبتش غيره، مشيت اوبيبيانج وما جبتش غيره. الثلاثه دول الكواليتي ده اختفى من نادي ارسنال وما بقاش يظهر. جبت لي جابرييل جيسوس اهو موجود بينور الدكه ومصاب. جبت لي انكيتيا ده صغنن اصلا يا جماعه، انكيتيا صغير على الكلام اللي انتوا حاطينه فيه ده، وعمال الراجل عمال يضيع انفرادات وبتاع. فتره صعبه، انت قربت من اللقب، ليه مش عايز يكون عندك طمع؟ ما علينا، موسم الانتقالات خلص وبتلعب بالاوراق الحاليه. طيب ايه اللي مطلوب بقى؟ المطلوب الدعم للعيبه ديت، حوافز ماديه غير عاديه، حاجات كتيره قوي قدمها للعيبه ارسنال عشان خاطر يكونوا عندهم الدافع اكبر، لان المباريات اللي جايه دي كلها
تكون على اعصاب لعيبه ارسنال وجمهور ارسنال واداره ارسنال وكمان مدرب ارسنال. ايمري بقى كان عارف كل الكلام ده، ولذلك كان مقفل كويس جدا، ويعني على فترات كده يخطف هجمه هجمتين كاونتر اتاك بتاع عشان يقدر ايه يسجل الهدف. ويعني كان جون كوتينيو من اجمل الاهداف اللي انا شفتها في الدوري الانجليزي، وتفويته وحلوه وشوطه وحط هنا راح حاططها في الضيقه وحلو، كل الكلام ده جميل. اللي انا ما توقعتوش بقى ان اللعيبه دي تكون شخصيه، لعيبه ارسنال تكون شخصيه، وهي ان هي ايه رجعت تاني للمباراه وقدرت انها يعني الاستحواذ ما كانش سلبي، بتباغي باكتر من كوره، بتروح كتير، هجمات، تسديدات، كورنر، كل حاجه بيعملوها في الملعب عشان عايزين يكسبوا. اللي انا ما كنتش متوقعه ان يعني في الجول الرابع ان معقوله استون فيلا عايز تاخد المباراه بالصوره دي. استغربت جدا بصراحه ان استون فيلا طمعانه في الماتش وانها عايزه تتعادل وعايزه تاخد بوينت. انت اصلا بتداس على وشك طول السيزون، جاي في المباراه دي وعايز ميت على الكوره والحارس بيطلع في الكورنر انا غريبه جدا بالنسبه لي بصراحه، يعني ان انت تكون ميت على البوينت قدام ارسنال يعني ولا كمنهم صغيرين يعني ولا ايه مش فاهم. وبكده الحمد لله يعني انا احد الناس اللي ابتدت اهتماماتي بكل فرق الدوري الانجليزي، كل مباريات الدوري الانجليزي تزيد اكتر لما ارسنال ابتدت انها تكون يعني تاخد الدوري. انا نفسي اشوف ارسنال تاخد الدوري بصراحه، نفسي. انا زهقت من السيتي، زهقت من الليفر، زهقت من تشيلسي، يعني ممكن مانشستر مش هزعل، لكن انا عايز ارسنال تاخد الدوري خصوصا بالظروف دي. بصراحه هتكون ظروف اعجازيه، مدرب صغير، لعيبه صغيره، مبالغها قليله، صفقات مش البوم قوي، يعني عارف انت لما تكون في حد ايه معدي كده مش واخد بالك منه، هو ده الحد اللي معدي محدش واخد باله منه، محدش كان متوقع اصلا ده يعمل كده. يعني ارسنال احنا كنا بنقول ان ارتيتا مدرب فاشل السيزون اللي فات، يعني كل الصحف وكل لا مدرب فاشل، مدرب ما عندوش مش عارف ايه، مدرب ايه. دلوقتي ففاهم دي لعيبه كده طفره خلاص الحلم بيقرب، ولابد ان كل مباراه لارسنال الفتره اللي جايه مباراه كاس، لا محاله الفوز ولا شيء الا الفوز. وبكده اكون انا خلصت كلامي عن المباراه. لو عجبك الكلام اعمل لايك للفيديو، سبسكرايب او اشتراك في القناه. معلش هو الامور من النهارده ما كانش فيها فنيات كتير قد ما فيها تتكلم عن الروح واللعيبه، لان اللعيبه دي حرفيا تستحق الكتير وتستحق الثناء. كان معكم احمد نصر، اعمل لايك للفيديو، سبسكرايب او اشتراك في القناه. الى اللقاء.